للايف نروح نشوف ايه اخر اخبار في برج العرب مع زميلنا احمد المصري. صباح الخير يا احمد، اتفضل. صباح الخير أميرة، صباح الخير مريهان، برحب بكم دايما في صباحك عربي، وأكيد بحيي من خلالكم كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، واللي أكيد بيتابعونا في كل الدول العربية. بصراحة بعد التغطية المتميزة اللي بتقوم بها قناة اون سبورت للبطولة العربية في نسختها الجديدة، والتجمع الرياضي الشبابي الجميل والأجواء الحلوة بجد اللي بنعيشها مع الوفود والفرق المشاركة في البطولة. أكيد المجموعة الثانية هي أو مجموعة التعادلات كما أطلق عليها النقاد والصحفيين هنا في مدينة برج العرب. المجموعة الثانية بتستعد لمواجهات حاسمة، مواجهات بنسبة كبيرة هتحسم تذكرة التأهل إلى الأدوار النهائية أو الدور قبل النهائي، وخاصة أن المواجهات القادمة ستكون مواجهات من العيار الثقيل. النصر السعودي سيستضيف الفتح الرباطي المغربي في مباراة مهمة جدا، مباراة تنتظرها بالفعل كل الجماهير العربية سواء في المغرب أو في السعودية لقوة الفريقين، وخاصة بعد الأداء المتميز اللي قدمه فريق الفتح الرباطي في مباراته أمام الزمالك. طبعا هنبدأ جولتنا النهارده بفريق نادي الزمالك، وهو ممثل مصر في البطولة. نادي الزمالك بعد التعادل الإيجابي مع الفتح في المباراة الأولى 2-2، والأحداث اللي لاحقت الفريق بعد التعادل من تصريحات ما بين الجهاز الفني ورئيس النادي. الفريق واصل تدريباته بالملعب الفرعي في برج العرب. الفريق أدى تدريب بالأمس. مستر إيناسيو كان حريص كل الحرص على تصحيح التمركز الدفاعي لبعض اللاعبين، وخاصة في منطقة الدفاع، وخاصة زي ما بيقولوا لعبة السكند بول، لأن هي كانت سبب رئيسي في تعادل الزمالك. يعني كلنا شاهدنا أن الهدفين اللي دخل مرمى الزمالك كانوا من متابعات للعبة الثانية من دفاع نادي الزمالك. واضح أن في مشكلة في دفاع نادي الزمالك، مستر إيناسيو بيحاول يحلها قبل مواجهة العهد اللبناني. الجانب الآخر فريق النصر السعودي، الفريق اللي لاقى انتقادات كثيرة جدا في الشارع الرياضي السعودي، وخاصة بعد التدعيمات اللي قام بها الفريق ومعسكر مغلق لمدة أسبوعين في تركيا، لكن المردود لم يكن على على المستوى المناسب. الصحافة السعودية هاجمت فريق النصر السعودي بشدة، وخاصة مستر جوميز المدير الفني اللي كان في اجتماع بالأمس مع رئيس النادي، أو من خلال مكالمة تليفونية أكد على ضرورة تدعيم الفريق الفترة القادمة، وخاصة أن مستر جوميز لاحظ في المباراة السابقة ضعف اللياقة البدنية للاعبي النصر خاصة في الشوط الثاني. أكيد مباراتهم مع الفتح الرباطي هتكون مهمة جدا في تحديد مصير فريق النصر السعودي. على الجانب الآخر فريق الفتح الرباطي صاحب الأداء المتميز حتى الآن في البطولة بعد أدائه القوي أمام نادي الزمالك. الفريق يمكن كانوا بيتناولوا طعام الافطار منذ قليل، كان في تصريحات جانبيه مع الجهاز الفني للفريق اكدوا على صعوبه المباراه، واكدوا ان فريق النصر فريق كبير وبيحترموه جدا، ولكنهم واثقين في انفسهم وواثقين ان هم يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه. على الجانب الاخر فريق العهد اللبناني، يمكن الفريق بشويه بعيد عن الاضواء في ظل وجود اسماء كبيره في مجموعته، لكن الفريق اكد ان هم قادرين على تحقيق نتيجه ايجابيه امام نادي الزمالك، رغم علمهم ان المباراه هتكون وسط جمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك في ظروفه الصعبه في حاجه ماسه الى الفوز من اجل تعويض التعادل الايجابي في المباراه الاولى، واسعاد الجماهير البيضاء من اجل مواصله المسيره في البطوله العربيه، واللي اتخذت شكل ثاني خالص. يعني الكل كان متوقع قبل البطوله ان البطوله العربيه مجرد فتره اعداد لكثير من الانديه، لكن اميره وريهان شفنا مباريات بالفعل كانت قويه، كل الفرق بتسعى للفوز، وخاصه مع بعض المفاجآت اللي شفناها في بدايه البطوله. برنامج اليوم لكل الفرق، نادي الزمالك هيأدي تدريب مساء اليوم في تمام الساعه 8 على الملعب الفرعي باستاد برج العرب، وهيكون في مؤتمر صحفي للفريق في تمام الساعه 7 مساء. الفريق العادي اللبناني تدريبه هيكون الساعه 6 مساء ببرج العرب، وهيكون المؤتمر الصحفي الخاص بيهم في نفس وقت التدريب في استاد الاسكندريه. فريق الفتح الرباط هيكون تدريبه الساعه 7، المؤتمر الصحفي هيكون الساعه 5 ان شاء الله. نادي النصر اللي بيتدرب في ملعب الماكس في الاسكندريه هيتمرن الساعه 6 بالماكس، و4 عصرا هيكون المؤتمر الصحفي ليه. الحاجه الجميله اميره وميران قبل ما ارجع للاستوديو هو الحضور الجماهير العربي. يمكن الجماهير العربيه ادت بالفعل شكل جميل للبطوله. شفنا امبارح جماهير تونس كانت اكثر من رائعه في المدرجات، على الجانب الاخر كانت الجماهير العراقيه والسودانيه. طبعا البطوله مستمره بقوه، ونتمنى مزيد من الاثاره في المباريات القادمه. دي كانت ابرز كواليس المجموعه الثانيه من داخل مقر اقامه الفرق ببرج العرب، ولله عوده. صباحك عربي. شكرا للزميل احمد المصري من برج العرب.